تخيل يا صديقي إنك عايش في عالم طبيعي جدا، لكن فجأة بتكتشف إن في مخلوقات تانية عايشة جنبك شبهنا في الشكل لكنهم مش بشر. دول غيلان يا صديقي، بيعيشوا وسط الناس من غير ما حد يعرف حقيقتهم، وأكلهم الوحيد هو لحم البشر. الأنمي ده يا صديقي مش مجرد أكشن وقتال، ده رحلة نفسية مظلمة عن الهوية والخوف والصراع الداخلي بين الخير والشر. فلو بتحب النوع ده من الأنميات يا ريت تصلي على النبي أشرف الخلق في التعليقات، وتدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان نستمر في المحتوى ده. وشبيك لبيك مارد أنمي بين ايديه. بتبدأ قصتنا مع شاب غلبان اسمه كانيكا، عيل طيب وعلى نياته وهوايته هي قراءة الكتب والروايات والحاجات دي. وفي يوم ما طلعلوش نهار كان قاعد هو وصديقه هيدي في الكافيتيريا، علشان كانيكا كان مستني يشوف البنت اللي بيكراش عليها هناك. فهيدي بص على البنت اللي كانت شغالة هناك وقال له: بقى هي دي الحتة اللي انت جايبنا هنا علشانها؟ فكانيكا قال له: لا مش دي. فهيدي قال له: حس كده بقى نطلب واحد كابتشينو واسألها اسمها. قالت له ان اسمها توكا. لا طب والغزال مرتبط؟ فالبنت ارتبكت ووشها احمر، وكانيكا قال له: هدي أعضائك شوية يا عم هيدي، يا ابن المتخلفة هتفضحنا. وفجأة دخل عليهم عود فرنساوي جاء تبارك الذي خلق. فهيدي بيقول له: هي دي بقى اللي انت مستنيها؟ فكان قال له: اه هي، ايه رايك؟ فهيدي قال له: حس كده بقى انا هخلع عشان يخلك الجو. وسابه لوحده ومشي. ففتح كنكه روايه وقعد يقرا فيها، وهو يا عيني عين في الكتاب وعين عليها زي ما انت كنت بتعمل في الابتدائي يا صديقي. وفجاه لقاها طلعت نفس الكتاب اللي هو بيقرا فيه وضحكت له. فهو حس بقى ان بينهم حاجه مشتركه، واعجب بيها اكتر، واتفقوا انهم يتقابلوا في متجر الكتب. الشط دحيحه بقى ملناش دعوه بيه. راح فعلا قابل البنت في متجر الكتب، وكان اسمها ريزي، وكانت بنت رايقة جدا ولطيفة معاه، وقضوا مع بعض يوم جميل. وفي نهاية اليوم قالت له: بقولك يا دكري. قال لها: أمور يا حياتي. قالت له: الدنيا بقت ليل قوي وعايزاك توصلني عشان خايفة. قال لها: ها، واحنا لما واخدة رجالة قوي وما عندناش حريم تمشي بالليل لوحدها. ومشى معاها لحد ما وصلوا لمنطقة مقطوعة، وسألها: ايه هنتقابل تاني فين؟ قالت له: طبعا هنتقابل علشان انا حبيتك. والواد ده ضايع عينيه لمعت من الفرحة ومش مصدق نفسه. لكن دي يا صديقي كانت لمعت ما قبل تلقي الخازوق، علشان فجأة بنت العضلة قامت فاتحة وهبرت حتة من كتفه. البنت طلعت من الغيران يا جدعان. والواد يا قلب امه اتصدم وعينه فيها الرعب السنين. بقى هي دي ريزي ملاك الرحمة؟ دي بوسي دي؟ وبيحاول صاحبنا يهرب، لكن دخول الحمام مش زي خروجه. والبنت بتتحول وبتخرج عضو غريب من ظهرها، ودي حاجة بتميز بيها الغيلان اسمها الكاجوني. وبتفضل تشيل وتهبط في الواد، وجسمه بقى بيجيب دم من كل حتة وما عادش في حتة سليمة. وبيغمى عليه وخلاص بيستسلم لمصيره المحتوم. ولكن القدر بيتدخل وبينقذه من ايديها بمعجزة، والاحبال بتتقطع والحديد بينزل يفرتك دماغ ابوها. ولكن كانت حالته كانت خطيرة جدا، ولا تبقى ملقوش اي حل لانقاذه غير انهم ينقلوا اعضاء من جثة ريزي الغولة علشان يقدر يعيش. وبيفوق فجأة في المستشفى، ويبقى عينه عين باللون الاحمر والاسود، وعين تانية شكلها طبيعي. وبيكتشف يا صديقي انه بقى نص غول ونص بني ادم. والموضوع ده مش بيحصل غير بطريقتين. اول طريقه انه يحصل تزاوج بين بشر وغول، والطريقه التانية هي بنقل اعضاء من غول لبشر. وده اللي حصل مع صاحبنا كانيكا. وبيرجع كانيكا البيت بعد ما بيتعافى من الحادث، وبيحس ان حاسه التزاوج عنده مش تمام. فجأة بيلاقي على التلفزيون شخص بيتكلم عن حاسة التذوق عند الغيلان، وإنها تختلف تماما عند البشر، وإنهم مش بيقدروا ياكلوا الأكل الطبيعي بتاع البشر لأنهم بيحسوا إنه طعمه مقرف وبيضرهم وبيأثر عليهم بشكل سلبي، وإن غذائهم الوحيد هو لحم البشر، ومن غير كده ما يقدروش يعيشوا. بيتصدم كنكا من اللي سمعه، وبيحاول يجبر نفسه على إنه ياكل أكل البشر، وعيونه مليانة بالإنكار واليأس، لكنه مش بيقدر يبلع الأكل وبيرجعه من بشاعة طعمه. حتى أكلته المفضلة مش طايق يلمسها بلسانه، صعب عليه حاله، وقعد يعيط يقول عن الظروف اللي خلته يشوف ريزي. إحساس صعب جدا يا صديقي إنك تلاقي حياتك اتبدلت فجأة، وتلاقي إنك فقدت ذاتك ومش قادر ترجع لطبيعتك تاني. وبيحس كنكا باليأس، وبيقرر إنه يرجع يخرج للشارع. وبيتفاجئ إنه بيحس إنه عايز ياكل لحوم البشر اللي ماشيين حواليه في الشارع. فبيقرر يرجع البيت بسرعة، وبيبص في المراية وبيلاقي إنه عنده عين لونها متغير للأحمر والأسود، ولكنه ما زال منكر اللي بيحصل له. وبيفتكر إن الآيات الحادة مش بتأثر في الغيلان، فبيقرر إنه يطعن نفسه بالسكينة علشان يتأكد هو غول ولا لأ. وأول ما السكينة بتلمس جسمه بتتكسر وبتقع على الأرض. بيخرج تاني للشارع، وفجأة بيشم ريحة حلوة بتفكره بالأكل اللي أمه كانت بتعمله له زمان. فرح جدا إنه لقى حاجة ممكن ياكلها، وطلع يجري زي المجنون في اتجاه الريحة لحد ما اتفاجئ بغول ماسك جثة بني آدم وقاعد ياكل فيها. اتصدم كونكي وقعد يعيط، وقعد يقول: ازاي ريحة جثة البشر بقت بتغريني. الغول شافه وحالته صعبت عليه، فقطع له حتة من دراع الجثة واداها له علشان ياكلها. وفجأة من حيث لا ندري نلاقي غول تاني جه وشد دماغ الغول اللي كان بياكل الجثة، طيرها بعيد، وراح مسك كنكة من رقبته وقال له: انت ايه اللي جابك منطقتي؟ يالا ايه اللي بيدخلك منطقتي؟
انا اللي بيدخل منطقتي ما بيطلعش منها غير ميت. وفجأة بتدخل توكا، فاكرها اللي كان بيعاكسها هادي في الكافيه، وبنعرف انها غولة هي كمان، بس باين عليها بنت طيبة. وبتقول له سيب الواد في حاله، دي مش منطقتك، دي كانت منطقة ريزي اساسا. فعلا سابه ودب هو وتوكا خناقة جامدة مع بعض، والبنت طلعت قوية جدا لدرجة ان الواد سابها وهرب. وراحت لكانيكا وقالت له انت عندك عين غول واحدة بس، ودي حالة غريبة، وخدت دراع الجثة وبتديهوله علشان ياكل. هو مش راضي ياكل وبيقول لها انا لسه بشر، ازاي هاكل بشر زيي؟ انا لو عملت كده عمري ما هرجع بشر تاني. وبيدور جواه صراع نفسي رهيب وحرب طاحنه بين نصه البشري ونصه الاخر اللي متحطش في الدماء، واللي بيحرضه انه ياكل من الجثه، لكنه بيحاول يمنع نفسه بكل ما اوتي من قوه. فجأة توكا اخذت حته لحمه من الجثه وحطتها في بقه بالعافيه. الواد حس باحساس رهيب وعينه دمعت من حلاوه الطعم، لكنه رجع الاكل تاني من بقه وكان رافض تماما انه ياكل اي لحم بشر. فبتنزل توكا فوقيه ضرب وبتقول له فوق يا موهوم يا ابن الموهومه، انت خلاص بقيت نص غول وعمرك ما هترجع بشر تاني، انت الهجين اللي زيك ملوش مكان في العالم ده. وفجأة بيدخل عليهم مدير الكافيتيريا اللي كان متعود يقعد فيها، وبنتفاجئ ان هو كمان غول، وبيقرر يساعد كنكا وجاب له فنجان قهوة. لكن كنكا بيخاف يشربها عشان فاكر انه هيلاقي طعمها وحش، لكن بيتضح في الاخر ان القهوة هي الحاجة الوحيدة المشتركة بين البشر والغيلان، هما الاتنين يقدروا يشربوها عادي. واداله قطعة من لحم البشر يصبر بها نفسه، وقال له لما تحتاج تاني يبقى تعالى. وبيرجع كنكا البيت ودماغه بتتفتت من التفكير في قطعة اللحم، وبيظهر له شبح ريزي اللي فضل تحرضه على أكل قطعة اللحم البشرية، وهو كان بيقاوم على قد ما يقدر لحد ما قطع اللحظة دي اتصال من هادي. رجع كنكا للدراسة وحياته الطبيعية تاني، وبيقابل هادي ويتمشوا مع بعض شوية، وهادي بيقول له تعالى معايا نروح لزميلي في الدراسة عشان عايز أجيب منه شوية كتب. كنكا بيوافق وبيروح معاه، وكانت المفاجأة إن زميل هادي هو الغول اللي كان عاوز يقتل كنكا امبارح واللي كان اسمه نيشكي. هادي الغلبان بدأ يعرفهم على بعض وما يعرفش انهم عارفين بعض كويس جدا. نشكي قال لهادي ان الكتب اللي هو محتاجها مش موجودة، لو محتاجها ممكن يروح معاه البيت علشان ياخدها. طبعا احنا عارفين ان ده لو حصل هادي هيتعمل عليه شوربة، فكان خاف على هادي وقرر انه يروح معاه. وفجأة وهم في الطريق نشكي شاط هادي بالرجل طياره، وقام نازل فوق كنكا ضربة لدرجة ان ايده دخلت في بطن كنكا من قوة الضربة. قام نشكي رايح عند هادي وقعد يدوس على دماغه بالرجل لحد ما دماغه جابت دم، وبيقول لكنكا انت بقى ماشي مع صاحبك ده عشان تغفله وتاكله، بس ده عندها قلق، صاحبك ده ملكي انا ومحدش هياكله غيري. كنكا فجأة اتجرأ وراح يدافع عن صاحبه، وبيضرب نشكي بالشنطة ولا أجدعها بنت بتتعكس في شارع جامعة الدول. نشكي بينزل فوق كنكا ضربه وبيشوطه بالرجل بيرزعه في السقف، وكنكا لا حول له ولا قوة. فنشكي بيسيبه وبيروح لهيدي وخلاص هيخلص عليه وياكله، وكنكا بيفتكر ذكرياته الجميلة مع هيدي. وفجأة بنلاقي كنكا قام وخرج الكاجوني بتاعه وعينيه كأنها بركان بيغلي من الكره والغضب اللي شايله جواه، وبيهجم على نشكي بكل ما أوتي من قوة، وفضل يضرب فيه بشكل هستيري كأن نص الغول هو اللي مسيطر عليه دلوقتي بشكل كامل. وفضل يشرح فيه بشكل جنوني والواد بيجيب دم من كل حته بيقول لكنكا ارحمني، وكنكا مش مسيطر عليه غير شهوه الانتقام ونار الغضب لحد ما الواد اغمى عليه. فجأة كنكا بيبص لهيدي وغريزته الغيلانية بتحرضه على انه ياكل، وفجأة بيظهر له شبح حربان اسمها ريزي، وهي بتقول له ده صاحبك وخلاص بقى ملكك لوحدك، ولو انت مش هتاكله هتسيبه لمين ياكله. يا اخي قلب الصغير يتحمل تلك الحنية اللي فيها بنت الجنية دي. ولكن كنكا بيحاول يقاوم الجوع والغول اللي جواه بكل قوته، ولكن للأسف جانبه الطيب بينهار والغريزة الغنانية بتسيطر عليه، وخلاص قرر إنه ياكل هيدي. ولكن فجأة توكا بتتدخل وبتقول له هو أنت اللي كنت بتقول على نفسك مش وحش زينا ومستحيل تاكل بشر؟ أنت هتاكل صاحبك يا ابن المفجوع. قام كنكا قال لها ابعد يا بنت من هنا، وطلع الكاجون بتاعه وكان هيهجم عليها، لكن هي هجمت عليه ورجعته تاني للمكان اللي كان فيه الكافيتيريا اللي بنعرف فيها بعد كده انها مقر للجماعه بتاعتهم واللي كان اسمها الانتيكا. قام كنكا من النوم مخضوض وبيسأل على صاحبه، وفرح جدا لما لقاه لسه عايش، وبعدها انهار من البكاء بسبب احساسه بالذنب انه كان هياكل صاحبه. وبيقول انا مش عايز اذي حد ولا عاوز اكون في عالم الغيبان، انا لا بشر ولا غول، انا مش بني ادم، انا لا بشر ولا غول، انا مش بنتمي لاي عالم من الاثنين، هفضل عايش لوحدي دايما. بيرد عليه المدير وبيقول له فهمك ده غلط يا ابني، انت الشخص الوحيد اللي تقدر تعيش في العالمين وانت حقك الوصل بينهم. بيعرض عليه انه ينضم للانتيكا ويتعرف عليهم اكتر عشان يتاكد انهم جيران طيبين. ألم بينضم ليهم وبيتعلم صنع القهوة، والمدير بيقول له إن الأنتيكا مش مجرد كافيتيريا، ده مكان بيجتمع فيه كل غيران المنطقة الحي ال20 يعني. وكمان بنرحب بالبشر زي ما رحبنا بيك قبل كده، وبيعلمه ازاي يتظاهر بإنه بياكل أكل البشر عشان يبان طبيعي قدام الناس، وبيديله مكعب سكر وبيقول له لو حسيت بالجوع حطه في فنجان قهوة واشربها. فكان قال له مصنوع من ايه ده؟ رد عليه المدير وقال له بلاش تعرف احسن. فجأة بيدخل عليهم واحدة من الغيلان وبنتها اللي اسمها هينامي، ومبلولين من المطر، وبنعرف ان المطر مؤذي للغيلان. فكان بيسأل توكا من دول، قلت له دول انت مسؤول عن خدمتهم من النهارده وما تصدقش امي بالاسئله الكتير دي.
وعلى الجانب الاخر بيكون في اجتماع طارئ لوحده مكافحه الغيلان اللي بيكون اسمها CCG، اللي بيلاحظوا ان الغيلان في الفتره الاخيره اسرفوا جدا في اكل البشر، وان في احتمال انهم يكونوا بيخططوا لقيام بحرب كبيره ضد البشر. فبيقوم واحد من المحققين اللي بيكون اسمه امون وبيقول ان في حاجات غريبه جدا بتحصل بعد ظهور غول اسمه جيسون في منطقه الحي 13، ويتقابل مع ريزي اللي كانت من اشرس اكل اللحوم في الحي ال20، وانهم لقوا في مسرح الجريمه ثلاث تعذيب مصنوعه من الفولاذ كان بيستخدمها جيسون في تقطيع اصابع ضحاياه، وانه هيتولى التحقيق هو ورئيسه ماضو في الحي ال20. وبالفعل بينزل محققين الحي ال20 وبيبدأوا التحقيق، وبيكون معاهم حقائق كبيرة بيكون فيها الكاجون بتاع غيلان ميتة، واللي يقدروا بيها إنهم يهاجموا الغيلان وكمان يقتلوهم. وبيطلب المدير من كنكا إنه يخرج مع غول تاني اسمه يومي لتأمين الطعام عشان توكا مشغولة بالمذاكرة علشان عندها امتحانات. فكنكا بيقول له أنا مش هقدر أقتل البشر. فالمدير بيقول له إحنا مش بنأذي حد، بنوفر الأكل للغيلان اللي ما بتقدرش تأذي البشر. كنكا قال له إزاي؟ قال له أنت هتصدقنا ليه؟ أنت تخرج مع يومي وهتفهم كل حاجة. وبيوصلوا لمكان بعيد في الجبل، والمكان ده معروف بحوادث الانتحار اللي بتحصل فيه. فبيفهم كنكا إن الأنتيكا مش بيقتلوا حد لكنهم بياكلوا جثث البشر الميتة. وبعد كده بيطلب المدير من توكا إنها تروح مع كنكا عشان يعمل قناع، وبنعرف إن القناع ده مهم جدا للغول عشان يقدر يخفي هويته عن المحققين المنتشرين في الحي ال20. وبعد كده بيرجعوا لمقر الأنتيكا، وبنعرف إن الدكتور اللي صنع الأداة لجيسون بيبقى أبو هنامي، وإنه قال لها هو وماما إنهم يبتعدوا عنه عشان ما يتعرضوش للخطر. وبيقعد كنكا مع هنامي وبيساعدها وبيقرأ معاها كمان وبيعلمها جمل جديدة علشان هي مش بتروح المدرسة، وبتعلم نفسها من قراءة الكتب والروايات. وتاني يوم بيدخل عليهم فجأة شخص هيئته غريبة وتصرفاته أغرب اسمه تسوكومياما، وبيكون حضوره تقيل على قلب كل اللي موجودين ومحدش بيكون طايقه زي خالك كده يا صديقي. وبيروح على كنكا وبيفضل يشم فيه وبيحس على كتفه وتحسه كده عيل مش مظبوط. وقبل ما يمشي بيقول لكنكا هنتقابل تاني وهنشرب القهوة مع بعض. وفعلا تاني يوم بيقابله في الجامعة وبيقعد معاه وبيقول له أنا عرفت إنك بتحب الكتب. بيفضل يكلمه شوية عن القصص والروايات والأدب علشان يتقرب منه ويحسس إن في بينهم حاجات مشتركة. وابن الهبلة ما اتعلمش من حوار ريزي واتصاحب عليه برضه. وبعد كده تسوكومياما قال له إيه رأيك أعزمك على فنجان قهوة في مقهى سمعت إن الكاتب اللي أنت بتحبه بيروح يقعد هناك. وابن العبيطة بعد شوية تفكير وافق. وبعد كده بيرجعوا لمجر الأنتيك والمدير بيقول له يومو مستنيك تحت. بينزل معاه تحت يومو بيقول له إن المحققين أصحاب الشنط بقوا منتشرين في الحي ال20 ولازم تتدرب عشان تكون أقوى وتعرف تدافع عن نفسك ضدهم. وفعلا بيبدأ مع تدريب وشكله كده يا صديقي هيكون حاجة آخر فخام. وتاني يوم بيروح يقابل تسوكوياما في المكان اللي اتفقوا عليه ويفضل يحكي له عن ريزي وبيقول له في مكان ريزي كانت بتحب تروحه كتير، ايه رأيك نروح هناك؟ كان بيوافق، لكن وهما بيتكلموا كان جرح ايده بالغلط. فتسوكوياما اعتذر له واداله منديل، واول ما بيشوف دم كانكا على المنديل بياخده بسرعه وبيقول له هروح انا انضف المنديل. بيدخل الحمام وبيشم دم كانكا من المنديل وبيتجنن من جمال ريحته وشكله كده يا صديقي مش ناوي كانكا على خير. وبعد كده بنشوف كانكا متشيك ولابس الحته اللي على الحبل وراح المكان اللي تسوكوياما دعا ليه، وفي واحدة بتقدم له فنجان قهوة يشربه، ولكن للأسف تسوكوياما بيكون محضر له فخ. وفجأة كانكا بيلاقي نفسه واقف في حلبة القتال والجماهير حواليه من كل حتة، وتسوكوياما بيقدمه ليهم على إنه الوجبة الرئيسية لهم النهاردة. بيقول لهم ده مش بشري ده غول ولكن ريحته زي البشر. فجأة كانكا بيلاقي داخل عليه غول تحسه من أحفاد يعقوب ومأجوج كده، فبيجري منه وبيحاول يتفادى ضرباته ومش عارف يعمل ايه قدام الكائن الطحش ده اللي بيهجم عليه، لكن فجأة بيتزحلق في الدم ورجليه بتتلوي. فالغول بينتهز الفرصة وبيشوطه في الجدار وبيمسكه من رقبته وخلاص كان هيكسرها، لكن فجأة كانكا طلع الغول اللي جواه وبيضربه والجماهير كانت منبهرة ومش مصدقين انهم شايفين غول بعين واحدة، حتى تسوكوياما نفسه مش مصدق. وبيقوم الغول مرة تانية وكانكا كان حاسس بالضعف ومش قادر يتحرك، وبنكتشف ان فنجان القهوة اللي كانكا مش شربه من شوية كان فيه مخدر. وفي آخر لحظة قبل ما الغول يقتل كانكا بيتدخل تسوكوياما وبيقتل الغول وبينقذه وبيقول معلش يا صاحبي انا كنت بهزر معاك بس، ولكن بنعرف ان الحدايه مش بتحدف فتاكيت، وان تسوكوياما انقذه لما لقاه بعين واحده عشان يكون وليمه خاصه بيه، حاجه سبيشال كده يا صديقي. وبكده يا صديقي نكون خلصنا فيديو النهارده، وخلاص القصه هتبدا تاخد منحنى جديد، وكانكا خلاص بقى عايش جواه صراع مرعب بين نصه البشري ونص الغول. حتى ترى مين اللي هيسيطر على الصراع ده، الجزء الانساني اللي بيحاول يتمسك بالرحمه ولا الوحش اللي بدا يصحى جواه وبيصرخ من الجوع؟ كل الاسئله دي هنعرف اجابتها في الاجزاء الجايه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه علشان نكمل الحكايه، واكتب لي في الكومنتات لو كنت مكان كانكا كنت هتختار تبقى ايه، بشري ولا غول؟ والشبيك لبيك ماد انمي كان بيت